انا مش عارف بصراحه اسم الشركات التانية اللي شغاله برضو بنظام البوكسر. في معلومه صغيره عايز اقولها لكم بالنسبه للموتور بتاع السوبارو، وده يعني اكتر حاجه بتميز عربيات سوبارو، هو الموتور البوكسر. طيب يعني ايه بوكسر؟ مبدئيا المواتير في اي عربيه بيبقى الموتور او البيستم جوه السلندر شغال بالطول، يعني طالع نازل طالع نازل، تمام. طيب هنا الموضوع مش شغال بالطول، هنا شغال بالعرض، يعني داخل خارج داخل خارج. جميل. طيب وش السلندر ما يبقاش هنا، يعني في العربيات وش السلندر بيبقى فوق، هنا وش السلندر اهو ووش السلندر اهو. العربيه دي 4 سلندر، او الموتور اللي راكب في العربيه دي 2000 سي سي 4 سلندر، ده بيطلع 156 حصان، ده مش تربو. جميل. وش السلندر اهو ووش السلندر اهو. البيستم هنا شغال داخل خارج داخل خارج. النظام البوكسر ده انا مش عارف بصراحه اسم الشركات التانية اللي شغاله برضو بنظام البوكسر او بنفس فكره الموتور ده في عربياتها غير سوبارو، فلو انتوا عارفين برضو قولوا لي. المهم يعني اللي هم عاملين الحركه دي علشان يقلل من حته مقاومه الجاذبيه لما السلندر بيطلع وبينزل، فعايزين يقللوا المجهود ده او الهادر بتاع المجهود ده، فعاملين البتاع ده بالعرض، فبالتالي مفيش مقاومه جاذبيه اساسا، هو على نفس الفكره يعني. تمام. بس دي فكره الموتور البوكسر بتاع عربيات سوبارو. انا بصراحه ما اعرفش مين الشركات التانية اللي شغاله بنفس الفكره دي، فلو انت عندك المعلومه يا ريت تكتب لي تحت في الكومنتات وقول لي كنت عارف الحوار ده بتاع العربيات السوبارو ولا ما تعرفش.